النهارده الاشاعات بقت بتنتشر اسرع من النار. بوست واحد بقى كفيل انه يخرب بيت ويدمر علاقات ويسوء سمعة ناس. عايزين كل ما نشوف او نسمع اشاعة نسأل نفسنا سؤال: لو كنا موجودين وقت حادثة الافك ايام النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها، كنا هنبقى في صف مين؟ في صف الاشاعات اللي طلعت عليها والناس اللي اتكلمت عليها، ولا في صف السيدة عائشة رضي الله عنها؟ حادثة الإفك دي كانت من أصعب المواقف اللي مرت على السيدة عائشة. كل ده علشان خرجت معاهم في غزوة، اتأخرت في الغزوة دي، رجعت متأخر، اتهموها في عرضها. إشاعة بشعة جدا، وللأسف ناس صدقوها. منهم بقى اختبها، ومنهم نشر الإشاعة وشارك فيها وهو مش متأكد. ربنا سبحانه وتعالى نزل في سورة النور وبرأ السيدة عائشة وعلمنا درس ما ننساهوش أبدا. علمنا إننا لما نسمع حاجة عن حد، أول حاجة تيجي في بالنا وأول رد فعل لينا إننا هنحسن الظن، مش أول رد فعل لينا يكون إزاي وحصل إمتى اللي جرى. ولا بصي بقى، استني احكي لي التفاصيل. يا ريت بقى ما نكونش جزء من نشر اي اشاعه احنا مش متاكدين منها.